تخيل تخيل إني جربت أعداد وطرق مختلفة للاستغفار، ولكن في عبادة محدش بيتكلم عنها، ولما جربتها خلتني أشوف نتائج في أسرع وقت. تخيل كده معايا إنك تستغفر وتدعي ربنا بالليل وتلاقي حد بيصحيك من النوم على دعوتك المستجابة. ففيديو النهاردة هيركز على أعداد وطريقة الاستغفار مع إضافة محدش بيتكلم عنها، واللي كانت سبب في استجابة دعوتي لما جالي الخبر اللي صحاني من النوم النهاردة. فلو انت بتستغفر وعندك هدف معين في الحياة عايز توصله وعايز نتائج سريعة بإذن الله، صلي على النبي وركز معايا في الكلام اللي جاي. أنا حازم، ولو مش مشترك شرفني بالاشتراك، ويلا بينا. طيب، أولا أنا عايز أقولك أنا جربت أعداد وطرق للاستغفار، وكل شوية كنت بلاقي حد بيتكلم مثلا بيقولك انت ممكن تعمل 100 استغفار او 300 او 1000 او 10000 او 300000 او ايا كان. ويعني الحقيقة ان جربت حاجات كتير من الكلام ده، ولكن من كام ساعة حصل معايا موقف خلاني ابص للموضوع بشكل مختلف شوية. وزي ما قلت لك، يعني تخيل معايا كده انك تدعي ربنا بحاجة نفسك فيها وتنام وانت مش عارف امتى او ازاي ما قدرة ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيحققها. وبعدها بساعات قليلة بتصحى بتلاقي خبر بيأكد لك إن دعوتك مقبولة واستجابت. فده بالظبط اللي حصل معايا النهاردة. والأغرب من كده إن أنا كنت بستغفر وعملت معاها كام عبادة، ويعني العبادة دي هي مش محتاجة مجهود خارق، ولكن للأسف ناس كتير بتركز على الاستغفار وبتنسى العبادة دي تماما. وقبل ما أقول لك إيه الخبر اللي جالي وايه اللي حصل بالظبط، لازم ارجع بيك كام يوم ورا، لان اللي حصل ما بدأش النهارده. بالعكس، ده كان نتيجة فترة، يعني فترة كاملة بقى كنت فيها بحاول اوصل لهدف معين، وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يفتح لي باب رزق جديد. خلاص. ففي الفترة الأخيرة كنت بفكر كتير في موضوع الرزق والمستقبل، واعتقد ان في ناس كتيرة تفهم الاحساس ده. يعني لما يكون عندك هدف كبير وعندك احلام عايز تحققها، ولكن مش شايف الطريق 100% بشكل واضح يعني. فكنت بشتغل واسعى وافكر وادور على فرص جديدة، وفي نفس الوقت يعني كنت بحاول اقرب من ربنا اكتر. واحدة من اكتر العبادات اللي كنت محافظ عليها هي الاستغفار، الحمد لله. واللي يعرفني منكم انا فتحت قناة اليوتيوب دي عشان الاستغفار، هي دي كانت بدايتي في اليوتيوب. خلاص. طيب، آه كلنا بقى عارفين فضل الاستغفار وقد ايه ربنا ربطه بيعني الرزق والفرج وتيسير الامور والفتح العظيم وهكذا. لكن مع الوقت بدأت ان انا بقى ايه، بلاحظ حاجات غريبة. ان معظم الكلام بقى اللي بيتقال على اليوتيوب يعني بيتقال على اعداد الاستغفار، عشان ما اطولش عليكم. وكان السر كله، يعني تحس ان السر كله موجود في الرقم، مش في حاجة تاني. وانا كمان كنت بفكر بالطريقه دي، يعني من كتر ما الناس كانوا بيتكلموا عن الاعداد انا كنت فاكر ان هي الطريقه دي والاعداد المعينه هي اللي بتجيب النتيجه. ولكن يعني طلع تفكيري غلط. هقول لك ليه. انا احيانا كنت بخلص ورد الاستغفار وانا مستني اشوف النتيجه بسرعه، يعني مش بسرعه قوي بس يعني ايه، خلاص انا استغفرت بقى فانا عملت اللي عليا. فيعني في حاجه تاني برضو، موضوع النيه. في ناس يبقى عندها الاستغفار والنيه مش حاضره. لا، الحمد لله انا نيتي حاضره، وانت برضه نيتك احيانا بتبقى حاضره. فلازم يبقى في ايه، لازم يبقى في استغفار مع نيه والدنيا هتمشي. ولكن انا بقى مش عايز اتكلم على الاستغفار ولا عايز اتكلم على النيه. في موضوع تاني متروك، والناس تقريبا هي نسيته من كتر ما الناس التانية بيتكلموا على الاعداد، مع احترامي ليهم. طيب، فانا لما فكرت في الموضوع اكتشفت ان المشكله مش في الاستغفار ومش في النيه. المشكلة إننا زي ما بقول لك إحنا نسينا عبادات تانية مهمة، لو عملناها ربنا بيتقبل مننا بشكل سريع جدا جدا جدا، حتى من دون الحاجة إلى الاستغفار. مع إن الاستغفار مهم جدا وأنا لا أنكر هذا، ولكن
الحاجة دي احنا نسيناها للأسف، وأنا هفكركم بيها دلوقتي. فالليلة اللي هحكيها لك دي هي كانت مختلفة، مش لأن عدد الاستغفار كان أكبر، ولكن يعني قررت أعمل حاجة تانية جنب الاستغفار. الحاجة دي بقى هي اللي خلت الليلة دي مختلفة عن أي ليلة قبلها يعني. وعايزك تصدقني هنا لما أقول لك إنها كانت مختلفة، أنت مش تنساها. والفيديو ده هيبقى من الفيديوهات القليلة اللي هتبقى عدت عليك. خلاص؟ طيب، هتفهم ليه لحد دلوقتي مش قادر أنسى الزيارة اللي صحتني من النوم. آه الليلة دي أنا كنت ببساطة مش عارف أنام. عارف أنت لما تكون مضغوط على الجو حر زي ما أنت عارف كده، الصيف وبتاع والكلام ده، فمش عارف تنام. فقلت أنا إيه يعني، هقوم كده أصلي ركعتين. وعايز أقول لكم يعني قبل الصلاة أنا افتكرت درس كنت سامعه من كام يوم في الجامع، والشيخ كان بيتكلم عن حاجة بسيطة جدا، وأنا أول مرة أفكر فيها بالشكل ده. الشيخ قال إيه؟ قال إن أذكار التسبيح والتحميد والتكبير من العبادات اللي ناس كتير مستسهلاها. بمعنى، قال لك كان في واحد كان بيسبح الله 33 ويحمد الله 33 و... و... ويكبر الله 33، ودول بيشتغلوا زي الخدام. بمعنى، عارف لما يكون عندك عربية فالعربية دي خادم، عارف لما يكون عندك تكييف أو مروحة، كل واحد على الدرجة بتاعته، ولكن بيبقوا زي الخدام، بيخدموك، بيسهلوا عليك الحياة. خلاص؟ فالتسبيح والحمد والتكبير دول زي الخدام اللي بيخدموك في حياتك وبيسهلوا أمورك بطريقة لا يعلمها إلا الله. خلاص؟ وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه يعني المنطقة أو هذه أو هذا الموضوع يعني. خلاص؟ طيب، فالشيخ لما ذكر الكلام ده في خطبة يعني ليلة الخميس بقى، كان في خطبة الخميس كده أو درس الخميس، فأنا فكرت في الموضوع. فطبعا قلت لنفسي بقى بدل ما أفضل أتقلب في السرير وبتاع، قلت أقوم أكلم ربنا شوية. فقمت واتوضيت وصليت قيام الليل رقم واحد. صليت قيام الليل، وبعد الصلاة قررت إن أنا أدعي هي دعوة واحدة بس. وقلت إيه؟ يعني أنا مش طالب صفقة معينة ولا رقم معين ولا شخص معين. أنا كل اللي قلته وأنا كنت ساجد برضو، يا رب وسع عليا، مع العلم ان انا لم اثني على الله قبل الدعاء. خلاص؟ ودي حاجة جميلة لو عملتها، ولكن انا بس ايه للتوضيح، انا لم اثني على الله، انا دعيت فقط. واعوذ بالله من كلمة انا، قلت ايه؟ يا رب وسع عليا. وبعدها بعد ما خلصت بقى بدأت ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى. فسبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 واستغفرت 33. كان معايا السبحة الجميلة دي. لما انا استغفرت تقريبا السبحة دي هي 100 عقدة. فانا يعني عملت ايه؟ 300 استغفار. وكمان عملت الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الإبراهيمية عملتها 200 مرة، مرتين على دي. خلاص؟ وقلت الحمد لله وبارك الله فيما رزق، ورجعت نمت. وما كانش عندي أي فكرة إن بعد ساعات قليلة هصحى على خبر هيفكرني بالليلة دي من أولها لآخرها. وقسما بالله أنا قاعد بحكي لكم أنا أصلا مذهول. حضرتك أنا لما صحيت من النوم ما كنتش أعرف، أو يعني أنا لما نمت ما كنتش أعرف إن بعد ساعات قليلة هيجي لي خبر استجابة الدعوة. بمعنى، الخبر ده أولا أنا كنت مستنيه بقالي فترة. خلاص؟ فأول حاجة أنا صحيت من النوم ومارست يومي بشكل عادي جدا. وبعد شوية لقيت زميلي جاي لي البيت، ده زميل الشغل. وفي الأول افتكرت إن هو جاي في مشوار عادي كده. بعد كده بيقول لي يا حازم، ده فلان فض الشراكة اللي بينه وبين فلان وكان بيسألني عليك. فأنا قلت له ما يشاركك. قال لي وأنا عارف حازم ودماغي عجباني، ودماغه عجباني، فليه لأ؟ فساعتها أنا سكت شوية، قلت يعني سبحان الله. فقال لي أنت بتقول إيه؟ قلت له لا ما فيش، يعني هو الراجل كلمك وقال لك كده؟ فقال لي قلت له طيب تمام، بارك الله فيك يا باشا،
ويعني تمام، انا هكلمه وهتواصل معاه وهظبط معاه الامور ان شاء الله. عايز اقول لكم للناس القريبه مني يعني، ودي معلومه انا اول مره اقولها لكم، انا بشتغل في مجال التسويق العقاري. وفي مجال التسويق العقاري مهم جدا يبقى عندك مكتب. فانا كان عندي مكتب وسبته، وحاليا بدور على شراكه مع مكتب تاني، من ناحيه ان انا اقلل التكلفه، ومن ناحيه برضو ايه، ان هو المكتب ده لزوم بس ان العميل لما بيجي لي يعني يبقى معايا مفتاح المكتب، بنقعد في المكتب وبنخلص الشغل. يعني بيعمل زي نوع من انواع ايه، عوامل الثقه. وده مهم جدا في مجال العقارات عشان بيدفع فيها فلوس كتير. فكان ضروري جدا يبقى عندي مكتب، وانا كنت بدور على شريك، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جاب لي الشريك. مفيش احسن من الشراكه مع ربنا طبعا. ولكن يعني انا بتكلم شريك في الدنيا، وانا احسبه على خير. ف يعني انا عايز اقول لكم حاجه. الخبر ده انا كنت بتمنى ان انا اسمعه من فتره، ولما جالي بعد ليله من يعني قيام الليل والدعاء والذكر، يعني اول حاجه جت في دماغي وقتها ان ده مش بسبب الارقام ولا بسبب الاستغفار ولا بسبب اي حاجه. هو بسبب حاجه واحده بس، ان ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في 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 الثلث الاخير من الليل فيقول: هل من داعي؟ تقريبا يعني انا مش فاكر بالله عليكم لو حد فاكر الحديث ده يكتبه لنا في التعليقات. هل من سائل فاستجيب له، او هل من داع فاستجيب له؟ بالله عليك حط نفسك مكاني. فدي حاجة أنا كنت غافل عنها، وربنا ألهمني إن أنا أعملها. ولما عملتها آه أنا قلت بس يا رب وسع عليا. ربنا سمع لي يعني، وهو السميع المجيب. هنقول إيه بس؟ فأنا عايز أقول لك إيه في آخر الفيديو، إن إحنا نسينا قيام الليل. الاستغفار مهم وجميل، وأنا بحبه جدا لأنه بيقربني من ربنا وبيخلي دايما عندي راحة وطمأنينة وقلب صافي، ويعني النفس هادئة ومرتاحة. فإحنا نسينا قيام الليل. فنصيحتي ليك إن أنت ما تنساش قيام الليل والصلاة الإبراهيمية والاستغفار، وادعي ربنا بدعوة واحدة صادقة وصريحة وأنت موقن بالإجابة: وأنا عند ظن عبدي بي. يعني فليظن عبدي بي ما يشاء. يعني أعتقد إن هو الحديث القدسي كده. واللي برضه فاكره مظبوط ممكن يقولها لنا في التعليقات بالله عليكم. تمام. فأحيانا الاستجابة بتيجي من طريق أنت أصلا ما كنتش مركز معاه. خلاص. فده يعتبر هو أكبر درس خرجت بيه من الليلة دي كلها. فأتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش طول عليكم أكتر من كده. ويعني أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يستجيب لنا كلنا ويحقق لنا كل أحلامنا ومطالبنا في الآخرة قبل الدنيا. عشان بس إيه، الدنيا بالنسبة لنا هي يعني هي الدنيا وسيلة، لكن غايتنا هي الآخرة بإذن الله. بس فإن شاء الله ربنا يعدينا منها على خير وييسر أمورنا، ويفتح علينا كلنا ويستجيب لنا بإذن الله. وأنا حازم، ولو أنت متابعني أنت مشرفني جدا، بقينا أسرة جميلة. ولو مش متابعني اتأكد بقى إنك عامل متابعة بقى. كده أنت خلاص يعني عرفت إحنا بنتكلم على إيه هنا بقى. إحنا أسرة جميلة مع بعضينا، بنستغفر وبنقول حاجات جميلة. خلاص. شرفني بمتابعتك، وأنا حازم أشوفك الفيديو الجاي بإذن الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.